السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا هذا الفيديو لنا اليوم جبت لكم عجينة الصابلي تخرج لكم كمية كبيرة. هذه الوصفة المعتمدة عندي في كالي صابلي بلا ما يتكمش، وناجحة 100%. يدوب في الفم. انا درتها باشكال مختلفة، وانتم اللي يعجبكم الموديل اللي يعجبكم تفنوا كيما تحبوا. شوفوا كيفاش يجي. ان شاء الله وصفة اليوم تعجبكم، وديروا لايك وتشتركوا في القناة اذا ما كنتوش مشتركين. وبلا ما نطول عليكم شوفوا المقادير. طريقة التحضير هذه الوصفة نحتاج 250 غرام زبدة طرية، نضيف لها كاس نتاع سكر كلاص، نصف كاس عفوا نتاع سكر كلاص، وحوالي 2 مغارف كبار زيت، ونخلط بالباتر مليح حتى تشوفوا الزبدة بدات تطلع ولاكولير تاعها تتبدل. نضيف لها بيضة كاملة و2 صفار بيض ونخلط، ومن بعد نضيف لكستري نتاع سيترون ليعطيها نكهة روعة، ونصف كاس مايزينا. نخلط ونكمل بالفرينة حتى نتحصل على عجينة طرية، ما لازمش تنشفوها باش ما يتبدلش القد تاعها كطيب. ومن بعد نحلها بالحلال بهذه الطريقة. وطبختها بهذا الطوابع اللي راهم طونطونس هذا العام، صراحة عجبوني غير 2، وزدت الطوابع اللي عندي طبخت بهم غير باش نبدل. ومن بعد نسخن الفرن درجة حرارة 160 درجة، نخليها طيب مدة طيابها 20 دقيقة. ومن بعد كنحيها نضرب شوية تاع نباج مع شوية تاع ما فرشيطة مليح إذا كان ثقيل، وحمصت قطايف. من بعد لصقتهم في النباج وزدت رمت في القطايف. هذا موديل سامبل. ومن بعد زدت الموديل الاخرين كاع بالشوكولا. تزيين اختياري، انا درت شوكولا نواغ ودرت شوكولا بلون، والعقاش اللي عندي درته، وزينت بالفيدور زينت بالقرقاع. وانتم التزيين اختياري، ما زينت بالباتا سكر بالليمون نتاع السيليكون اللي كانوا عندي تاع وريدات، وزدت شوفوا درت انا تاني كلاصاج نتاع فيجو روشي. وانتم هنا الموديل اللي يعجبكم، تجي سهله ماهله وتحمر لك وجهك، يجوا كاع شابين. نتمنى لي موديل كاع اللي درتهم يعجبوكم وتجربوهم في هذا العيد. انا درت هنا شحال من موديل، ولعشاق الشوكولا بخاسك درت كاع شوكولا. نتمنى وصفة اليوم تعجبكم وتجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات، واشوفكم في وصفة اخرى من وصفات العيد وفيديو جديد باذن الله. سلام.